السلام عليكم شباب. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد بعد فترة انقطاع الصراحة بسبب العمل. صار تقريبا أكثر من 10 أيام ما موجود بالبيت خارج بغداد، فحبينا اليوم نصور لكم فيديو عن المحمية، نشوفكم آخر الإنتاج من المحمية. فإن شاء الله تشوفون فيديو يعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة. هاي التغذية الصباحية اليوم للحمام، الفناجس والحمام الملكي والجاوة. طبعا الحمد لله هذا الموسم الشتاء، طبعا احنا هسه مقبلين على شهر الواحد، الحمد لله لحد الان ماكو خسائر بالطيور. يعني الصراحة انا يعني هاي السنة غلفت تغليف جيد مثل ما شرحنا بالفيديوهات السابقة. غلفتها بالنايلون تغليف كامل، اضافة الى ضفت مروحة حرارية لا تشوفوها قدامكم. هاي يعني مروحة حرارية شلون المبردة بس الهواء حار. صراحة هاي فادتهم كلش بهذا الموسم. يعني بالليل اشغلها فترة بس بالليل من السير الدين المغرب، ثاني يوم الصبح، والصبح اطفيها يعني من الشمس تطلع. هسه انا مطفيها حاليا الساعة تقريبا هسه بالعشرة، فما يحتاج بعد متى تطلع الشمس اطفيها بس بالليل. الحمد لله هسه الطيور مثل ما جاي تشوفوها صحتها خير من الله. يعني قلت لكم ما عنده خسائر لحد الان، لا افراخ ولا امهات، بسبب التغليف الجيد. يعني اذا تشوفون المحمية كلها مغلفة، السقف والجوانب كلها مغلفة داير ما داير، ما مخلي اي منفذ يدخل منه الهواء. وهاي الطيور وهاي المحمية مثل ما جاي تشوفوها صحتها خير من الله. شباب شوف هذا عند الحمام الملكة، هذا طلع عنده طفرة، طلع احمر اذا جاي تشوفونه. هذا طلع عنده طفرة طبعا كلش حلو. امهات ذن العاديات اذا جاي تشوفوهن، بس هو طلع طفرة احمر مثل ما جاي تشوفونه كلش حلو. هذا طلع عنده طفرة. انا اشوفكم الاعشاش الافراخ. طبعا الحمد لله الاعشاش هاي كلها اغلبيتها بيها بيض. شغلت لكم الفلاش حتى تشوفون. طبعا هذا اعشاش الفناجس الانجليزيات، هذا بيبيض 2 أو 3 بيضات. هذا عش جديد يعني. لأن حولتني هنا الصراحة من كان انا بديش الجهة، الجهة المقابلكم، هاي الجهة ما يوصلها شمس، لأن الشمس تجي من هاي الاتجاه، فهذا الحائط ميلوحة شمس. كان هنا داق هنا كلهن دني فشليتهن حولتهن بهاي الجهة. هاي الجهة تلوح الشمس يعني بوجه الشمس. هاي شوفوها الافراح كلها كانت بذيش الجهة اللي هناك. جبتها هنا حتى يعني فترة التفريخ مني بيضا
حتى يعني شوية مكان يكون حار، يعني مو يبردن الافراخ. تعرفون الامهات يروحن يلقطن يجيبن اكل، حتى بهاي الفترة يظل هو يعني محمي او معرض للشمس، يكون مكانه دافي مو بارد مثل ذاك الحائط اللي اشرناه. فجبناهن هنا، وهم اشترينا كواخة جديدة. اذا تشوفون هاي الكواخة، هاي نوعية جديدة جبتها، ينفتح جانبي، هذا منها ينفتح. جبت تقريبا 4، هذا واحد، هذا الفوق، وذن 2 هنا انا خليتهم. زين الصراحة عنده افراخ كبرا، وقامني لما نعش مثل ما جاي تشوفونه. هذا جديد قلت لكم. هاي الافراخ قامني لما نعشاش هنا. ما عندي عش. هذا الثاني همه لا ما تبي عش، ما ادري البيضات، لا ما ادري. يعني صار عندي يعني افراخ كبرا قلت لكم. قبل 4 أشهر 5 طلع عندي، هسه هم قام لما نعشاش. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي افراخ الحمام الملكي، بين زوجين همه. طبعا هاي هاي النتيل هنا اول مبياض لها، الحمد لله 2 ملقحات البيضات. تشوفون 2 افراخ. هذا عنده طلع بس واحد هنا. البيضة الثانية لقيت الفرخ ميت بيها. وهاي يعني الافراخ تموت بالبيض بالشتاء يعني هواي تتكرر، يعني تعرفون الجو بارد، وخاصة الام اذا قامت عن البيض فترة طويلة يعني الافراخ تموت بسبب البرد. فهاي طلع عندي بس فرخ واحد مثل ما جاي تشوفون. فرخ كبير، هسه كسرت البيض والله. هاي خلي اشوفكم اياها، لقيتها يعني ميت بيها الفرخ، تقريبا نص عمر بالبيضة وميت. هذا شوفوه، هذا لقيته ميت بالبيضة. شوفوه هاي سببها من الام تقوم من البيضة، ما تقف على البيضة هواي. فالافراخ يعني تبرد داخل البيضة وتموت بسبب البرد، يعني الام ما تحضن البيضة هواي. هذا العش فارغ بعده. طبعا هذا طلع منه افراخ، هذا ما ادري جديد. شوفوا من يمكم، هذا بعدنا ما شايف لين شوية عالي. هذا بيبي 3 بيضات. طبعا هذا مال اورنج هنا 3 بيضات. ان شاء الله يطلعن. هون عدة طالعات قبل سابقا. هذا من الاعشاش الجديدة سويتها، من الاعشاش الجديدة سويتها للحمام الملكي. يعني هم قلت لكم عدة كاتر انا هواي، اضطريت يعني اسوي اعشاش. هذا ولا هذا شوفون. طبعا شباب بالمناسبة اللي يريد يسوي اعشاش للحمام الملكي، هسه شوفوا انا مسوي بهذا السين المغلون مال اقفاص. هو اذا تريد تسوي بهذا، طبعا هو يحبن هذا الاكثر، هذا المفتوح يحبن اكثر من هاي السلات اذا تشوفوها. بس بشرط تخلي لك
خلي لك هذا فد شي غطاء جوه. يعني شوف هسه انا هذا ما مخلي غطاء جوا مثلا وصله او شيء يعني يمنع البرودة تصعد للبيض، بس عش. لكن هاي الاعشاش كلها شوفوا هذن البيضات بيها كلها خليت لها ورق عندي، ورق مال خروع. هاي الخروعة فتجي الورقة مالتها عريضة، فاخليها جوا العش. شوفوها هاي تصير جوا العش، او تخلي وصله عاد اي شيء حتى ما يصعد، من تصعد البرودة مالت الارض للبيض ويفسد البيض بالتالي. فتخلي له وصله جوا العش، جوا هذا العش. شوفوا هذا مال الشجرة والثيل، تخلون جوا وصله او ورقة كبيرة او اي شيء تمنع ترتفع الرطوبة مال الارض او البرودة على البيض. لان اذا الام نايمة على البيض صحيح توفر من التدفئة، بس بالتالي من جوا البرودة راح تلوح البيض وبالتالي يفسد البيض. مثل ما اشوفكم هاي البيضة هسه بيها فرخ وميت، وهذا احد اسباب يعني اللي تموت الافراخ مال وهي داخل البيض بسبب البرودة اللي تجيها من الارض. لان انا عندي حديقة صراحة. شوفوا هذه يعني مو الارض مو مثلا الصب ونطبقها، لا ارض ترابية. طبعا ما ساقيها بس بسبب الرطوبة، يعني هي من الارض مثل ما تشوفوها كلها رطوبة الارض. بس الصراحة انا هاي معوضها الرطوبة بهاي الصوبة. فيهم هاي الصوبة مروحة تدفئة يعني. فالحمد لله يعني قلت لكم ما جاي اواجه مشاكل من ناحية يعني الصحة للطيور. صحتهم خير من الله مثل ما جاي تشوفوهن، ومتوفر لهم هنا اكل 24 ساعة. يعني الدخن، التمر، البروتين طبعا ضروري بهاي الفترة. بالشتاء البروتين ضروري، اللي مو صيف ويقول حار على الطيور ويعطشها، لا هو فترة الشتاء خصوصا فترة يعني التفريخ. هسه انا عندي افراخ هاي شوفتم اياها، فراخ الفناجس، الحمام الملكي، الجاوة. بهاي الفترة ضروري البروتين ناعم درجة 0 يسمونه. يعني هاي البروتين مو الحبيبات، لا بروتين درجة 0 يعني اقل. فيحبن هاي يعني فترة التغذية ضروري لكل انواع الطيور، يعطينا نشاط وضخامة. يعني تعرفون هاي البروتين كل شيء مخبوط بيه لدرة، مخبوط بيه حتى يخلون ثوم والخبز وكل شيء، يعني كل المواد بيه. هذا الشباب قلت لكم هاي الحمامة الفختية الطفرة. شوفوها طلعت حمرة. الصراحة ما اعرف يعني وين امها وين ابوها، بلكت الله يعني يقوم يطلع طفرات. وما دام طلع طفرة مرة يقوم يطلع طفرات، يعني بيرس انه يطلع طفرات. هذا دن الزوجين البيضين. هاي باقي المحمية شباب. طبعا كله سويته انا. هاي الاعشاش فقط للملكي، يعني يحب هيك شي اجواء، يحب يعني يعشش بالشجر، ما يحب على الحياطين مثل الفناجس. بهذا يحب يعني عش مفتوح. فجبت هذا السيم وسويت لهن اعشاش. شوفوا شباب، هذه قلت لكم عليها ضرورة تخلي ورق او تخلي وصلة جوا العش حتى تمنع الرطوبة تصعد للبيض وبالتالي يفسد. هذا شوفوا هذا العش همه، شوفوا من جوا خلي له ورق. هذا هم العيش كله مخلي له. هذا اللي قدامكم جاي تشوفونه هذا مال الجاوة. فرخ عندي الجاوة وطلع عنده فراخ 2. خلي اشوفكم اياهم. شوفون لا شوفون ذنيك بالزاوية صايرات.
ذنيك فوق بالزاوية. طبعا هاي الجاوة يعني اول مرة يتكاثر عندي، انا قبل ما جايبه. ذن الامهات الجوة، ذن امهات الجاوة لا تشوفوهن ذني وذن الافراخ فوق ذن اللي بالزاوية. طلعن يعني اول مبياض لهم طلعن زوجين، بيضن 4 بيضات وطلعن بس 2 افراخ. طبعا كل زين يعني الطيور بشكل عام اول مبياضن يعني الشي يطلع من عندنا نعم الله، يعني تعرفون بعدهن جديدات على البيض وعلى التفريخ، فطلعنا الاثنين خير من الله. فخلينا نشوف هسه البيضات. لا يعني قلت لكم انا صار لي 10 ايام من عفتهن، وما ادري وضعهن شنو. هذا هو العش السابق مالتهم. مان بيضات. شوف مان بيضات. هذا العش، هذا يوم الفناجس. طبعا مشكلته مشكل هذا العش، يوم الفناجس ياخذنه. هاك تشوفونه شوفوا يوم الفخات ياخذنه عليه على 2 تعرف، يوم هذا ويوم هذا. هاي البيضة عند اختي ونشوف اياها طبعا ما اعرف. فرخين بيضة يعني صار لي فترة عايشين. يمكن ما ادري فرخين بيضة انتم من يمكن تشوفوها، يعني الصراحة عالي وما جاي يشوفن، فانتم من يمكن تشوفون بيضات وفرخات. هذا العش مال الفناجس، هذا ما تلقم ما تعرف فيه شيء. صراحة عالي وما اشوفه، يعني حتى لو بأفراخ ما اعرف. هذا هذا اعتقد بيه فراخ، يعني شفت حركة بس ما متأكد منه، يعني عالي الصراحة. هي مشكلة الفناجس، يعني ايش قد ما اذب لها هذا مال الشجار، اذب لها ثيل تجيب وتلم لحد ما ينسد يشوفون بيضات ذني، بيضات 4 بيضات او 5. صراحة يعني مشكلة هاي الفناجس، يعني تجيب وتخلي بهالاعشاش هاي وبالتالي تخنق اللي بس هي يعني دورا تدفع انه اعرف يعني شو يحتاجن، خصوصا موسم الشتاء يعني دورا تدفع. شو تذبلهن يخلين قطين، هذا الخيش مال الشجر، الثيل، ايش ما تذبلهن ما يقولن لا. طبعا انا هذا باستمرار اذبلهن كل اسبوع هيك، اجيب لهن هذا الثيل اشيل عنه لحد يطلع عندنا برا واجيب اذبلهن، لانه ما يقصرن يعني ايش قد ما تذبلهن ياكل. هذا هم هذا طبعا اول ما فتحت المحمية شوفوها طلعت من عنده. هاي النتيجة اول ما فتحت المحمية عفته هنا أنا هذا،
عود للجاوة. وظل اخر قفص انه لما بيه هو هذا، ما هذا هسه بيضات. والله اعتقد بيه فرخ. اي والله بيه فراخ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما جاي يشوفون بيه فراخ. هاي من هنا طلعت هسه قبل شوي اذا شفتوها. والمشكلة الفتحة مالته من ذيك الجهة ما اقدر افتحها. بيها فراخ بس عدد جيد ما جاي اشوفهم. 2 3 هسه انا جاي اشوف 2 فتحة بحلقن. اعتقد لا والله 3 4 ما متأكد. طبعا هاي المحمية. هذا طبعا انا مكترين بالاعشاش، يعني ضعف عدد الطيور اللي عندي. يعني اذا عنده مثلا 5 ازواج اخليهن 10 اعشاش. مثلا عنده 10 حمام ملكية اخليهن 20 ايش. هسه اذا تشوفون هاي الاعشاش اغلبيتها فارغة، لان انا مخلي ضعف مثل ما جاي تشوفون ضعف ومخلي بالمحمية اعشاش. شوفوا هذا لما هنا الفناجس وما صار وقع. هذا لما هنا هو ما راح ما توقع، قام يوقع شوي وقام من هنا ياخذنا وينقلنا بغير مكان. هذا اللي عنده طلع منه فراخ طالعات هسه موجودات فوق. هذا مال الفناجس. ما ادري عن بيه، لا والله ما جاي اشوفه. انتم من يمكن بعد شوف. هذا فوق هم قطن جديد، ما ادري البيضات بيه او لا. انتم من يمكن تشوفون بيضات؟ لا، لان عالي الصراحة ما جاي اشوفه بعيني. هاي شوف هاي بالشجار خليته الهن. يجي السلة ما بيها طبعا. هاي عند بيضة وحدة فراخ عندها وطلعن. هسه بيضت من جديد. طبعا شباب اكو معلومة عن البيض، اذا تريد تعرفه ملقح او غير ملقح. ليش انت تنتظر مثلا 18 او 20 يوم وبالتالي يطلع ما ملقح او البيض فاسد؟ تقدر تحسب من اخر بيضة بيضت عندك، سواء كان الفناجس او الحمام الملك، اي بيض حتى الدجاج. يعني هاي المعلومة تسرع على جميع انواع الطيور. اذا اردت تعرف البيض ملقح، اخر بيضة عندك بيضنها تفحص البيض ورا 5 ايام من اخر بيضة بيضنها عندك. يعني اخر بيضة بيضنها تحسب وراها ب5 ايام، تفحص البيض بلايت تشوف البيض ملقح او ما ملقح. الملقح طبعا تلقى بيه مثل الشرايين دموية تصير بالبيض داخل البيضة، ويعني اغلب الاحيان تلقاه مثل النبض يصير بيه، ينبض شرايين دموية داخل البيضة يصير بيها نبض. هاي يعني معناها ملقحة. وتلقاها لا والله صفرة، هاي شمرها معناها ما ملقحة. طبعا هاي الفحص بعد 5 ايام من تاريخ اخر بيضة عندك. حتى ليش تنتظر يعني 20 يوم وتنتظر مثلا 18 و15 يوم، يعني حسب الموسم تشمرهن وحتى يبيضن من جديد وشوفن اذا ما يلقحن تبيحن. شوف شباب هاي النتية قبل شوية شوفتكم البيض مالتها، وراح احط جوا طبق. خلنا نروح لها. شوفوها طلعت.
هاي هي والفحل مالتها. شباب إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة عن المحمية أو عن التربية، عن الأعشاش، عن الأفراخ، اتركوا لي إياها بالتعليقات. إذا عندكم أسئلة عن إنشاء المحمية يعني أنا عندي فيديو سابق، يعني تقدرون هم تسألون هنا هم إن شاء الله أجاوبكم. وتعذرون عن التقصير يعني بنشر الفيديوهات الفترة الأخيرة، يعني صراحة كان عندي شغل يعني خارج المحافظة وما قدرت أصور. إن شاء الله إذا موجودين نصور لكم. فأي استفسارات عندكم أو أي أسئلة اتركوها بالتعليقات إن شاء الله أجاوبكم عليها. أهم شي اللايكات طبعا، هي ما تخسر شي إذا خليت لايك للصفحة حتى تشجعنا على نشر الفيديوهات، لأن صراحة مرات أنشر فيديوهات وماكو تشجيع بيها. فإن شاء الله دعمكم للقناة إن شاء الله خلينا ننشر فيديوهات أول بأول. طبعا أنا الأفراخ اللي عندي هسه جاي طلعا، سواء كان الجاوة، الحمام الملكي، الفناجس بأنواعها، طبعا كله خلي له حلقات. ليش خلي له حلقات؟ حتى يميزن عن أمهاتهم. من هذا باكر عقبة تبيعه تريد مثلا تعزله حتى تعرف هذا فرخ وهذا أمه، لأن هذا إذا كبر بعد يضيع. ايش تعرف من قيمة حمام، سواء كان حمام ملكي أو الجاوة أو الفناجس الإنجليزيات أو الأورنج أو سوبر جامبو، فضروري تحلق. طبعا اكو حلقات يبيعونها اذا تريد هاي الحلقات الحديد تسويها باسمك، او اكو حلقات يعني عادية هاي النايلون. انا اخلي العاديات خليهن للجاوة، خليهن للحمام الملكي. هاي شوفوا شباب هاي الحلقات، هاي طبعا حديد انا اسويهن للانجليزيات الفناجس، للاورنج، السوبر جامبو اللي عندي حديد باسمه. طبعا يكتب عليها اسمي، واذا تريد هم يكتب عليها رقمك. وعندي لا، لان حلقات النايلون عنده حلقات نايلون. هذا الكيس ب10,000 دينار. هاي عاديات، حلقات عاديات اخليهن للحمام الملكي فقط. اذا افراخ من طلعن عنده هنا بعدهن بالعش اخليهن هاي النايلون طباقي. هاي ب10,000 دي تقريبا 75 وحدة. يعني قلت لكم حتى اذا كبر انا ابيعهن، يعني اعرف عندنا افراخ حتى اميزهن عن امهات. هاي البلابل قطع هسه بعد ماكو تفريخ لها منا لحد شهر الرابع، شهر نيسان هو يبدأ موسم التزاوج مالته والتفريخ. ان شاء الله يشوفون افراخن. انا العام بيضا عندي 4 مرات وطلعن يعني، وبعتهن الصراحة ما بقى عنده هسه. عند هذا الحسون موتني. شوفوا هذا الحسون، طبعا انا جبتهن 2 زوجين، حسون وتفاحي. وهذا هسه الحسون يم التفاح عاد جاي يشوفونه. التفاحي النثية مالته ماتت، والحسونة هاي الفحل مالتها مات، فظل الفحل تفاحي والنثية حسون. ايش قد دورت على فحل حسون ماكو، ما لقيت بالسوق. لقيت بس ذاك اليوم لقيت صغار مخاليف، صراحة ما يفيد النفس. صار جديد اجيب لها فحل
او شفت جاي يعني يجيبوا لها كنار فحل كناري ويزاوجون، هم جاي تنجح عندهم والله. قلت لو اجيب فحل كناري لو اجيب لها حسون. حسون ماكو مقطوع بالسوق يعني صراحة، بسوق الغزل قليل. يعني قلت لكم رحت تقريبا قبل شهر او اكثر من شهر، لقيت بس مخاليف ما لقيت كبار. يا عندي تقريبا صارها تقريبا بالسنة، اول ما فتحت المحمية هي كانت هاي. بس ان شاء الله اجيب لها فحل، اما اجيب لها فحل حسون اذا لقيت، واذا ما لقيت اجيب لها كناري ان شاء الله يتزاوجن. يعني انا شايف يجيبوا لها على كناري، فان شاء الله يعني اجيب لها عريس، لان صراحة صار لها سنة هنا وحدها. هاي المحمية شباب، مثل ما قلنا لكم تابعونا واللايكات والمشاركة، واذا عندكم اي استفسارات او اسئلة اكتبوها بالتعليقات. تحياتي لكم شباب.